بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء العراق الغيارى، صناع الحضارة الأولى، يا من صنعتم التاريخ وأرسيتم دعائم المدنية وصروح البناء، أتوجه إليكم ونحن على أعتاب مرحلة فاصلة في مسيرة بلدنا العظيم في ظل تطورات دولية ومتغيرات إقليمية متسارعة. كلمتي معكم اليوم مكرسة للحاضر والمستقبل الذي ينتظرنا. أخوتي أخواتي، إنها لحظة تاريخية لاستعادة صوتكم، وجودكم، قراركم. أيها الأعزاء، إن الانتخابات ليس مجرد واجب، بل هي ميثاق بين المواطن وبين من يصوت لهم، فلا تدعوا صوتكم الغائب مادة يقايض بها المغامرون والمقامرون على حساب مستقبلكم وعوائلكم. يا أهل بغداد، عاصمة الرشيد ومنارة العلم وقلب العراق، يا صوت الحكمة وأهل الصدارة، قد آن الأوان لتقدم المخلصين من أبنائكم الذين جربتموهم في الميدان، الذين واجهوا بشجاعة كل محاولات المتاجرة بأصواتكم لصالح غيركم، فكونوا على قدر المسؤولية لاستعادة حقوقكم في مواقع القرار العليا التي لطالما حرم أبنائكم من حق تمثيلكم فيها. الأحبة في صلاح الدين، رمز العز والمنعة، يا أهل العراقة والتاريخ، صوتكم هو تأكيد لهوية محافظتكم التي لا تقبل القسمة على اثنين، لا تسمح لأحد أن يفرض عليكم واقعا لا يمثل تاريخكم المشرف. أهلي في سامراء، عاصمة الحضارة الإسلامية، يا قرة العين، مدينة الإمامين العسكريين، مدينة الملوية، موطن العلماء والمثقفين، كونوا كما عهدناكم قادة في صنع القرار. يوم الانتخابات يومكم لتقولوا كلمتكم لممثلكم الحقيقي. أهل لينا والحدباء، مدينة القادة وأبطال المعارك، يا من صبرتم على الجرح الأعظم وكنتم أصحاب العزيمة في أصعب الأوقات، امضوا في مشروعكم نحو بناء مدينتكم لتستعيد الموصل بعزمكم مجدها الحضاري وعمقها الثقافي. لا تعطوا صوتكم إلا لمن يحمل هم إعادة الإعمار حقا وفعلا. أهل الأنبار، أصل الشجاعة ومعدن العروبة والكرم، صوتكم الشجاع هو الذي يعيد الكرامة والعدل إلى أرضكم ويكف الظلم المستبد عنكم. لا تتركوا القرار بيد من ترك أرضه وأهله، فأنتم أصحاب الأرض وحماة العرض، وكونوا شركاء في اتخاذ القرار داخل مدينتكم ولا تكونوا تابعين لغيركم. ديالى، جنة العراق وسلة الخير، يا أهل التنوع والصمود، يا من عانيتم من ويلات الفتنة، صوتكم هو الضمان لبقاء هوية محافظتكم واستمرار العيش المشترك بكرامة وتكافؤ بينكم. إن ديالى تستحق أن تكون واحة أمان وأرض رخاء لأهلها، وهذا لن يتم إلا بممثلين أقوياء يدافعون عن محافظتهم بعزم وإباء. كركوك التآخي، يا عراقنا المصغر، صوتكم يوحدنا ومشاركتكم رسالة وحدة وعدالة تسعد العراقيين. شاركوا لتعلو إرادتكم فوق كل الاختلافات، شاركوا لتقولوا كفى لمن باع الأمانة وأضاع وجودكم، صوتوا لمن يجمعنا ولا يفرقنا. أيها العراقيون الأماجد، لقد رأينا وعشنا سنوات من القيادات التي لم تؤمن يوما بالشعب ولا بمن أوصلهم بأصواتهم إلى المناصب، بل جعلوا الكرسي كل همهم، يغيبون عند المحن ولا يظهرون إلا عند الانتخابات. بضاعتهم وهم وأقوالهم وهن، يقايضون أصواتكم بمشاريع شخصية أو تسويات سياسية تؤمن المناصب العليا لهم وتجر الويل والحرمان عليكم. وعدنا لكم أنكم ستشهدون قريبا مناخا سياسيا غير الذي اعتدتم عليه. ممثلوكم سيكونوا شركاء معنا لا تبع، ليمثلوا بكل أمانة صوتكم الحقيقي في قبة البرلمان واتخاذ القرار. أيها العراقيون والعراقيات الأكارم، لقد جربتم الصمت والعزوف عن المشاركة في الانتخابات طوال السنوات الماضية فلم تجنوا منها خيرا،
فلا تنتظروا من الآخر المبادرة بالتغيير، بل كونوا أنتم أهل التغيير. وأخيرا أقول: صوتكم هو سلاحكم الدستوري السلمي الوحيد، فاستخدموه بذكاء وحكمة وأمانة، وإياكم أن تتخلوا عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.